لو في حد في حياتك كل يوم الصبح كده لما يصحى، زوج، زوجة، ابن، بنت، اي حد في حياتك اول ما تشوفه الصبح كده تحس انه هو او هي او هم كلهم عايزينك كده تكون انسان تستقبلهم بالورود والافراح والابتسامات، ولو ما عملتش كده هيكتئبوا وشهم يتغير وبوزهم يطول. دي علامة من علامات الاي دي اتش دي. الله، هو كل حاجة اتش دي انا اذكر اي دي اتش خلاص يا عم؟ لا لا معلش اسمعوني بس. لو انسان او انسانه ما بيعرفش يبدا يومه خالص، عنده الشلل في البدايات وبيتصرف بالاسلوب ده كل يوم تقريبا، ده معناه انه عقله ومخه ودماغه بيبحث عن حاجه تفوق المخ والعقل ده. وطبعا الحاجه اللي بتفوق المخ والعقل اللي هو السبب الاصلي في مشكله الاي دي اتش دي هو الدوبامين، اللي هو النقص او الخلل الشديد في الدوبامين عندنا احنا. هرمون ايه بقى؟ ناس بيسموه هرمون السعاده، بس هو هرمون المكافاه، هرمون التحفيز، هرمون الحركه. هو ده اللي بيخليك تبدا في حاجه حتى لو انت مش حاسس ان انت عايز تعملها. لكن احنا بقى عشان ده لازم ندور بقى. اصحى الصبح اشوف مراتي، قولي حاجه تفوقني، قولي حاجه تفرحني، قولي حاجه تشغلني كده. يعني ابني يصحى مفيش حاجه حياتي وتحس انه كل حاجه فيها كده دراما وفيها كده او اوفر قوي، يعني افوره اسمها. لكن هو مش كده خالص، هو بحث دائم مستمر عن الدوبامين ده اللي احنا يعني عايزينه على طول. دماغنا مش موجود. معلش انا اسف، عيب الواحد يقول الحاجات دي عيب، انت انسان محترم يا ناس. المهم يا حبايبي، اللي عايز اقوله لما ده يحصل وانت تشوف ده تفهم ده بس واحد عنده اي دي اتش دي. تعمل ايه بقى انت بقى في الموضوع دوت؟ ولا حاجه خالص، لانه انت كزوج وانت كزوجه ما عندكوش مسؤوليه حمل الدوبامين، مصادر الدوبامين للناس اللي حواليكم. انتوا الحاجه الوحيده بس ان انتوا تفهموا المسؤوليه على الانسان اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم عليه وابتلاه في نفس الوقت بالاي دي اتش دي. لازم هو يعرف يفهم نفسه ويعرف يحط لنفسه مصادر خارجيه غير اهله اللي بيستنزفوا وبيستنزف جهازهم العصبي تماما ويحصل لهم احتراق تام. لازم يلاقوا حاجه تانية يدوروا عليها في الدوبامين الصبح علشان يبداوا يومهم. وانا عملت فيديو في اليوتيوب عندي عن الموضوع دوت، موضوع البدايات ده، في استراتيجيات وكده يعني، فابحثوا وشوفوا. فانا عايز انبه، مفيش حد يقدر يكون مصدر لدوبامينك انت، لانه ده تقل كبير جدا لو كانوا بالذات من ضمن اهلك. احبكم جدا في الله، اشكركم على حسن الاستماع. انا اخوكم انس، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.